اي قصة سواء كانت في كتاب او في فيلم بتتحكي على لسان راوي غالبا بيتمثل في بطل القصة نفسها. يعني مثلا في فيلم تايتانيك روز هي الراوي بتاع القصة، لاننا بنشوف الاحداث من عينيها وهي اللي بتحكي لنا ازاي قابلت جاك وازاي واجهوا اللحظات الاخيرة قبل غرق السفينة. في اغلب الافلام احنا بنتفرج واحنا مصدقين الراوي وشايفين ان الاحداث اللي بتحصل دي حصلت بالفعل، لكن ايه اللي يحصل لو الراوي نفسه غير موثوق؟ افرض روز كانت كل ده قاعده بتحور علينا واحداث الفيلم كله ما حصلتش اصلا. ده يودينا لمصطلح في الادب اسمه unreliable narrator او الراوي الغير موثوق. اسباب عدم الثقه بالراوي ممكن تكون بسبب انه مجنون او عنده فقدان ذاكره او ببساطه كذاب. في الفيديو ده هنشوف 10 افلام بنكتشف خلالهم ان البطل بتاعهم ما ينفعش نثق فيه وان احداث الفيلم مش زي ما هو بيقول لنا. وعلى مدار الفيديو هيظهر تصويت انتوا هتصوتوا فيه على انهي فيلم فيهم عايزينه يتشرح بالتفصيل على القناه، والفيلم الفائز في التصويت هيتعمل له فيديو لوحده. مصطلح unreliable narrator زي ما قلت تعريفه هو راوي لا يمكن الثقة في مصداقيته لسبب أو لآخر. المصطلح ده تم استخدامه أول مرة سنة 1961 في كتاب The Rhetoric of Fiction للناقد الأدبي وين سي بوث. النوع ده من الأبطال تم توظيفه في قصص كتير لأنه بيقدم بيئة مثالية لمفاجآت وبلوت تويست عظيمة. في الفيديو هنا هندي 10 أمثلة من أشهر الأفلام اللي بطلهم بيكون راوي غير موثوق وهنرتبهم من الأقدم للأحدث. Like an open sewer, you know, it's full of filth and scum. I think I know what you mean, Travis. أقدم فيلم على القائمة هنا هو فيلم تاكسي درايفر اللي صدر عام 1976 من إخراج مارتن سكورسيزي وبطولة روبرت دينيرو. الفيلم بيقدم شخصية ترافيس بيكل، وده جندي سابق شارك في حرب فيتنام بيبدأ يشتغل سواق تاكسي في شوارع نيويورك. على مدار الفيلم بنشوف قد إيه ترافيس هو شخص مشوش ذهنيا، وتفسيره للمواقف والعالم من حواليه مشوه ومش مظبوط. ده طبعا بيخلينا نتساءل لو كان اللي بيحصل حواليه ده أصلا حقيقي ولا مش حقيقي، وأي مدى من العنف ممكن ترافيس يمارسه علشان يخلي العالم مكان أفضل من وجهة نظره. It was all the cops' fault. You don't put guys like that into a room together. Who knows what can happen? Hand me the keys, you fucking cocksucker. الفيلم التالي هو The Usual Suspects واللي صدر عام 1995 من إخراج براين سينجر ومن بطولة نجوم كتير زي كيفن سبيسي وجابرييل بيرن وغيرهم. سبيسي بيمثل دور شخصية فيربل كنت الناجي الوحيد من إطلاق نار حصل بالمجموعة من المجرمين، وعلى مدار الفيلم فيربل بيحكي إيه الأحداث اللي وصلت لإطلاق النار ده. أداء كيفن سبيسي في التحفة السينمائية دي كسبه أوسكار أحسن ممثل في دور مساعد، وخلى كتير من المشاهدين يلاقوا صعوبة إنهم يثقوا في فيربل وفي قصته بسبب وجود تفاصيل غريبة جدا. لكن هل فيربل فعلا بيكذب؟ ولو بيكذب فلأي مدى بالظبط؟ تحفة سينمائية تانية على القائمة دي هي فيلم The Sixth Sense واللي صدر عام 1999 من إخراج إم نايت شامالان وبطولة بروس ويلس. بروس ويلس بيلعب دور طبيب نفسي اسمه مالكوم كرو اللي بيتكفل بعلاج طفل عنده مشاكل نفسية. الطفل ده بيقول له إنه بيشوف ميتين وإن أرواحهم بيتواصلوا معاه. على مدار الفيلم مالكوم بيحاول يتواصل مع الطفل ده علشان يفهم هل الأرواح اللي بيشوفها دي حقيقة ولا تهيؤات، علشان لو تهيؤات يلاقي طريقة يعالجوا بيها، ولو حقيقة مالكوم نفسه بيبقى مش عارف هيعمل إيه. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. اي حد فتح الفيديو ده عارف انه هيلاقي فيلم فايت كلاب. الفيلم الغني عن التعريف ده صدر سنة 1999 وكان من اخراج ديفيد فينشر وبطولة ادوارد نورتون وبراد بيت. الفيلم بيحكي عن موظف عادي جدا بيلعب دوره ادوارد نورتون بيقابل شخص غريب ومتهور اسمه تايلر بيلعب دوره براد بيت. الاتنين مع بعض بينشئوا نادي سري للقتال اعضائه بيتقاتلوا مع بعض، وعلى مدار الفيلم بنشوف ازاي النادي ده بيتطور لحاجة اكبر بكتير، وبنشوف ازاي الراوي اللي بيلعبه نورتون بيبدأ يدرك ان تايلر شخص اخطر بكتير مما يبدو عليه. القائمة دي ما تكملش من غير فيلم بطله سايكوباث كامل. فيلم أمريكان سايكو صدر عام 2000 من إخراج ماري هارن وبطولة كريستيان بيل اللي بيلعب دور باتريك بيتمان مدير استثمار في بنك بيبدو قدام الناس إنه إنسان راقي جدا، لكن في الحقيقة هو سايكوباث نرجسي في منتهى الخطورة بيستمتع بالقتل والتعذيب، وحياته الليلية بتبقى يا إما بيمارس الجرائم دي يا إما بيفانتسايز أو بيتخيل إنه بيمارسها. لكن إحنا كمشاهدين بنبدأ نبقى مش فاهمين أنهي جرائم مارسها بالفعل وأنهي جرائم تخيل إنه مارسها. هل هو نفسه عارف الفرق ولا لأ؟ You don't know who you are. I'm Leonard Shelby. I'm from San Francisco. That's who you were. That's not what you become.
افضل مثال لراوي غير موثوق هو واحد فاقد الذاكره. فيلم ميمنتو اللي صدر عام 2000 من اخراج كريستوفر نولان وبطولة جاي بيرس بيقدم لنا شخصيه لينارد، واللي بيلاقي نفسه مش فاكر اي حاجه غير اخر 24 ساعه فقط وان مراته اتقتلت. على مدار الفيلم لينارد بيلاقي حاجات مكتوبه على جسمه كان كاتبها علشان تساعده يفتكر ايه اللي بيحصل وايه اللي المفروض يعمله علشان يعرف مين الشخص اللي قتل مراته. Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. في سنة 2001 صدر فيلم A Beautiful Mind اللي كان من إخراج رون هاورد وبطولة راسل كرو في دور عالم الرياضيات الشهير جون ناش. جون ناش عبقري لكنه انطوائي بشدة ومشوش ذهنيا، وحياته بتتقلب رأسا على عقب لما بيقبل يشتغل في برنامج حكومي سري لفك شفرة. وأثناء ما الفيلم بيتنقل من النظرة المحايدة لوجهة نظر ناش احنا بنتوه في النص وبنبقى مش عارفين ايه اللي فعلا بيحصل في الحقيقة وايه اللي بيحصل جوه دماغ ناش المشوشة. 28 days 6 hours 42 minutes 12 seconds. That is when the world will end. افلام جيك جيلينهال طول عمرها بتتميز بالغموض والتعقيد، واختياره للنوع ده من الافلام بيرجع لحد سنه 2001 مع فيلم دوني داركو اللي كان من اخراج ريتشارد كيلي. في الفيلم جيك بيلعب دور مراهق اسمه دوني داركو، وعلى عكس الامثله التانية اللي موجوده هنا في القايمه، دوني بيتقدم لنا على انه مشوش عقليا ولا يمكن الثقه في ادراكه للواقع، مش احنا اللي بنكتشف على مدار الفيلم. ومن الطبيعي اننا نصدق انه فعلا مجنون لما بيبدا يظهر له راجل لابس لبس ارنب بيقعد يقول له ان العالم هينتهي خلال 28 يوم و6 ساعات. لكن مع تقدم الفيلم بنبدا احنا نشك في نفسينا وبنبدا نحس اننا فعلا ممكن نثق في روايته، وشويه شويه بنكتشف ان القصه اكثر تعقيدا بكتير من ما كنا فاكرين. Okay. What is it? I don't know. It's some place that does a thing. من أفضل أفلام جيم كاري على الإطلاق فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind، هو فيلم لحد دلوقتي حاجز مكانته وسط أفلام الخيال العلمي الممزوج بالدراما. الفيلم صدر عام 2004 وكان من إخراج ميشيل جوندري. جيم كاري في الفيلم بيلعب دور جول اللي كان في علاقة رومانسية مع كليمنتاين اللي بتلعب دورها كيت وينزلت. للأسف علاقتهم بتنتهي بشكل سيء والاتنين بيحاولوا يمسحوا بعض من الذاكرة خلال جهاز متوفر في العالم اللي بتدور فيه أحداث الفيلم. وبما إن الفيلم كله بيتعامل مع الذكريات الغير موضوعية اللي كمان جزء منها اتمسح بسبب الجهاز، المشاهد بيبقى مش عارف بالظبط ايه الذكريات اللي فعلا حقيقية وايه الذكريات اللي جول مش فاكرها بشكل سليم. They're gonna take me to the lighthouse. They're gonna cut into my brain. And I'm only here because of you! القائمة بتنتهي أخيرا بفيلم شاتر آيلاند واللي صدر عام 2010 وكان برضه من إخراج مارتن سكورسيزي وبطولة ليوناردو دي كابريو. دي كابريو في الفيلم ده بيلعب دور تيدي دانييلز، محقق فيدرالي بيسافر مع شريكه المصحة نفسية على جزيرة علشان يحقق في اختفاء مريضة كانت محبوسة لأنها قتلت عيالها. في عاصفة بتيجي بتتسبب في إنهم بيتحبسوا في المصحة دي، وأثناء وجود تيدي في المصحة بيتعامل مع مستوى مرعب من الجنون المتمثل في المرضى النفسيين وفي المفاجآت اللي بيكتشفها عن المستشفى دي، واللي بتخلي تيدي يشكك في كل حاجة حواليه حتى ذاكرته وقواه العقلية. ما تنسوش تصوتوا على اكتر فيلم شدكم من دول وعايزين قصته تتشرح بالتفصيل في فيديو كامل لوحده. وانا عارف ان في افلام كتير مش موجوده في القائمه دي وتستحق الذكر زي ذا اذرز وراشيمون وذا تيننت وغيرهم كتير، بس انا حاولت اجيب اشهر 10 افلام واكثرهم شعبيه. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكم اشعارات بالفيديوهات الجديده، وما تنسوش لايك لصفحه الفيسبوك من الرابط الموجود على الشاشه وموجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي.